السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب انصر اخواننا في غزة، يا رب واشف مرضاهم يا رب العالمين، وثبت اقدامهم واحفظ مصر من كل سوء، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده وسام ابو علي بيودع كاس العالم، كاس العالم للمنتخبات. كان بيلعب مع منتخب فلسطين وتعادل في اخر ثانية، كان خلاص فاضل على كاس العالم ثانية، ولكن بشوق القدر منتخب فلسطين، منتخب وطننا فلسطين، لم يشارك في كاس العالم. دلوقتي وسام ابو علي هيلحق مع النادي الاهلي مباراة انتر ميامي، مباراة الافتتاح. اللي ما قدرش يعوضه في كاس العالم يعوضه مع النادي الاهلي ان شاء الله. وسام ابو علي اللي جاي له عروض اوروبية ضخمة، وواخد وعد من الكابتن محمود الخطيب هيتم فيها مناقشة هذه العروض بعد كاس العالم للأندية. فبناء عليه هيبقى مكانه فاضي، بناء عليه الأهلي هيحتاج مهاجم سوبر، فيجي هنا الصفقة التقيلة، الصفقة اللي الكابتن محمود الخطيب مأجل سفره لأمريكا بسببها، صفقة مصطفى محمد، مهاجم دولي مصري محترف في نانت فرنسي. جاي له عرض من النادي الاهلي ضخم، عرض ب4 مليون دولار. الله، هو الاهلي هيدفع 4 مليون دولار للاعب دولي مصري؟ هقول لك هيدفع، بس مش هيدفعهم كلهم من جيبه. 2 مليون دولار شركة اعلانات هتدفعهم بناء على امضائه مع النادي الاهلي، و2 مليون دولار هيتوزعوا بينه النادي الاهلي وبين شركة الكورة وبعض الاعلانات التانية. مصطفى محمد هيستفاد، والنادي الاهلي هيستفاد. النادي الاهلي بيضم كواليتي محترف على اعلى مستوى. في مقارنة دلوقتي بين جمهور النادي الاهلي، بيقارن ما بين مصطفى محمد ومحمد شريف، بعد احترام محمد شريف وامكانياته وشريف المخيف والكلام ده كلته، انا بالنسبه لي ان مصطفى محمد افضل 1000 مره من محمد شريف صراحه. هيعمل فرق كبير، هيزيد ويضيف للنادي الاهلي معانا. ولجنه التخطيط في نادي الزمالك بتوصي توصيه من نار، بتوصي على ضروره جلب خط وسط قوي لنادي الزمالك، وعلى رأسهم حامد حمدان لاعب البتروجيت الفلسطيني، او طارق حامد، لان هي من ضمن توصياتها واهم توصياتها هو الاستغناء عن دونجا ومصطفى شلبي. ودي هي نفس التقارير اللي الكابتن ايمن الرمادي قدمها قبل ما يمشي، لان كان في اختلاف في الرأي في ادارة نادي الزمالك على بقاء الكابتن ايمن الرمادي مدربا لنادي الزمالك الموسم القادم، او جلب مدرب اجنبي للزمالك. والرأي الاغلبية للاجانب. الكابتن ايمن الرمادي جاي له عرض ضخم من هنا من الامارات، ومعاه عرض تاني عراقي برضه، فرقة محترمة في العراق. كابتن ايمن الرمادي قبل ما يمشي بعت كاتب تقرير كده عن الفرقة، واهم سطرين في التقرير الاستغناء عن دونجا واستغناء عن مصطفى شلبي، ان هم موجودين زيادة عدد بس مش اكتر. حسام عبد المجيد واخد وعد من الكابتن حسين لبيب انه لو جاب عرض اوروبي خيالي هيتم مناقشته وخروجه، لان حسام عبد المجيد رافض انه يجدد مع الزمالك. هو فاضل له سنه في عقده اللي هي بتاعه الموسم القادم، هو عاوز عرض اوروبي يخرج بيه، واهم من العروض اللي جايه هو عرض بلجيكا، ومنتظر عرض كمان. ولكن محطوط هنا شرط او عقده في المنشار، اقل عرض لازم ان الزمالك يوافق عليه لحسام عبد المجيد بقيمه 3 مليون دولار. عندك بقى الصحيفه الامريكيه
والصحف الأمريكية بتتغنى بالنادي الأهلي، بتتغنى ببطولات النادي الأهلي، بتتغنى بلاعيبة النادي الأهلي وروحهم القوية ومستواهم الرائع، وبتحذر انتر ميامي من الفريق ده، من فريق النادي الأهلي. بتحذر انتر ميامي من بطل قارة افريقيا وسيد سياد افريقيا. تقول لهم خلوا بالكم، هيبقى في جماهير. النادي الاهلي بيعرف يفوز، النادي الاهلي على دايما بيشارك في كاس العالم للانديه ومتمرس وعنده خبره، على طول بيحصل على المركز الثالث. احذروا من النادي الاهلي. عمرو السولية طبعا هو انهى تعاقده مع النادي الاهلي، فري حاليا، منتظر عروض. جاي له 3 عروض: عرض من السواحل الليبي ب85 مليون جنيه في سنتين، وعرض من الدوري السعودي، وعرض من بيراميدز عرض عليه 30 مليون جنيه في السنة. هو لحد دلوقتي رافض عرض السواحل الليبي مع انه ازيد ب25 مليون من عرض بيراميدز، ولكن هو مش عاوز يروح ليبيا، هو بيفضل عرض بيراميدز. في حال لو ما جاش عرض السعودية هنلاقي عمرو السولية بالتيشيرت السماوي مع بيراميدز ب60 مليون جنيه في السنتين. بيراميدز وتوصيات يوريتشيتش طالب رجوع زلاكا من سيراميكا كليوباترا وفخري لقاي، وكابتن علي ماهر طالب حد بعينه احمد رضا بوب. قال لك انا محتاج اللاعب ده معايا في سيراميكا، ونادي سيراميكا كليوباترا بإدارته شغالين على الصفقة دي بكل قوة. والكابتن علي ماهر طالب من إدارة سيراميكا محمد علي بوبو وفخر لقاي يكونوا موجودين معاه الموسم ده علشان يحققوا معاه إنجاز جديد. وإدارة نادي سيراميكا كليوباترا شغالا بقدم وساق على هاتين الصفقتين. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي فضلا وليس امرا. اللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناه اشترك علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونيجي بقى هنا لتشكيله النادي الاهلي المتوقعه قدام انتر ميامي. في حراسه المرمى محمد الشناوي، باك يمين محمد هاني، سيرد باك قلب الدفاع اشرف داري واحمد رمضان بيكهام، باك شمال يحيى عطية الله، ده لو في حالة ان هو جاهز طبيا، مش جاهز طبيا يبقى كريم الدبيس. في نص الملعب تحت 6 مروان عطية، 8 و10 عندك امام عاشور وبن رمضان. في الجناح الشمال تريزيجيه، الظهير الايمن احمد زيد زيزو، راس الحربة والمهاجم الصريح وسام ابو علي. ده من وجهة نظر. من وجهة نظرك انت تشكيل المباراة ايه هو؟ قولهولي في التعليقات.